انا قلت لك بان الفريق الوطني المغربي لكره القدم هو يواصل استعداداته في مركب محمد السادس، وهو مستعد للسفر في اي وقت. كل ما ننتظر مرتبط بالجهاز اللي كينظم التظاهره، اللي خصو يعطينا ترخيص للفريق الوطني ان الطائره نتاع الخطوط الملكيه المغربيه اللي هي الناقل الرسمي لكل المنتخبات الوطنيه، وهذا ماشي جديد، يعني منذ سنوات، منذ توقيع هذا العقد سنه 2017، وكل الفرق الوطنيه سواء ذكور او اناث تتنقل عبر الخطوط الملكيه المغربيه. وبالتالي الشيء الوحيد الذي ينقص هذه المشاركه هو هذا الرخصه والترخيص باش الفريق الوطني. وكيف كتعرفوا يعني نحن على بعد مسافه قصيره وكتطلب وقت قصير من الطيران، في اي وقت نتوصل به بالرد الايجابي الفريق الوطني مستعد ومهيئ للسفر الى قسنطينه للمشاركه في الشان واجراء المباريات. بالعكس واكثر من هذا، فاحنا نعتبر بانه الى ما تمش هذا الترخيص وما تعطاتش الفرصه سيكون يعني حرمان لشباب يستعدوا لفتره طويله في احسن الظروف وبكل جديه، كما قلت اولا لتشريف الفريق الوطني المغرب، وايضا للحفاظ على اللقب نتاعهم.